عقيلة أم لثلاثة أولاد مغتربة بفرنسا. البنت الكبيرة في عمرها 13 سنة، الولد الثاني 11 سنة، والأخير 9 سنين. الحمد لله يعني احنا محافظين على العادات والتقاليد وخاصة الإسلامية منها، فكنا نشجعها لتصوم يعني في اليوم ساعة ساعتين 3 ساعات، بعدين نصف يوم، حتى يعني الحمد لله وفت يوم يومين و3، وهذا عامها الأول اللي تصومه يعني الحمد لله بلغت وصارت يعني جنفي يعني آنسة الحمد لله. والله نحفز الأولاد في الأول ناخذهم معنا للجامع، يساووا معنا، نسوي أطباق نبيعها في الجمعيات، يعني لفائدة الجمعيات. يحضروا معي في البيت من حلويات، من أطباق جزائرية تقليدية، ويروحوا للجامع معنا ويبيعوا كل هذه الأطباق والحلويات، والعائدات هما يعني بإيدهم يعني بنفسهم يتصدقوا بها للجمعيات. فهذا شيء كثير يعني يفرحهم. هو والله يعني تعويد الأولاد على الصيام في البلد الأم في الجزائر، يعني بلد إسلامي وفي بلد أوروبي، مو نفس الشيء يعني. كثير يعني صعوبات وتحديات، لأنه الطفل في بلد مسلم أو يعني بلد عربي كل الناس صايمين، وفيه روحانيات وفيه تحضيرات، ويعني ما يطلع عن العادة. بس إنه في بلد أوروبي الولد يشوف إنه يعني في مو مسلمين يعني من كل الجنسيات، فهذا فيه تحدي يعني للأم والأب يعني للوالدين لتحفيز أولادهم، ففيه شغل يعني أكثر. الصعوبات هنا اللي عندنا في فرنسا باش يعني نعلموا الطفل باش يعني يصوم ويكون مرتاح في صيامه، بزاف صعوبات. علاش؟ عنده الأصدقاء تاعو، عنده أصدقاء يعني مسيحيين، عنده أصدقاء يعني من صينيين، وكل يعني كل جنس عنده العادات والتقاليد تاعو، يكون عنده صعوبات. الحمد لله احنا نعلموه في الدار، نعطوا له بعض المعلومات عن الصيام، باللي الصيام هو ركن من أركان الإسلام، ونروحوا له يعني بهدوء بلا عقل بلا عقل. كما أنا بديت مع أولادي ملي كانوا صغار، يعني كما نقولوا احنا نقطة بنقطة، قطرة بقطرة، والحمد لله بداو يعني في 7 سنين بداو يصوموا 5 أيام في الشهر، وبعد ولاو 10 أيام، ولاو الحمد لله راهم يصوموا الشهر كامل يعني الحمد لله. لينا اليوم في عمرها 13 سنة الحمد لله. تسمى هذا العام صامتو كاملا، صامتو كومبلي. العام اللي فات صامت 25 يوم، يعني بدات ب7 أيام 10 أيام، والحمد لله هذا الشهر وانا راني فرحان بها بالبزاف، وانا مفتخر بلينا بالبزاف، وهي قريبه ليا، وانا علمتها الحمد لله، علمتها القران، علمتها تسمى واش قدرت من الحمد لله. انا فخور بها يعني. ولينا اليوم راهي صايمه تقريبا الشهر كامل. انا لينا عمري 13 سنه، اول مره صمت رمضان كامل. هذا العام هذا الصيام جاني شويه صعيب، بصح هاني فرحانه. هذا العام هاني فرحانه باسكو كملت كاع رمضان. الصباح نروح في المدرسه وكنولي نصلي صلاتي ونعاون ماما في الفطور. فهذا رمضان ماما علمتني نطيب وحدي. قبل الفطور نقرا القرآن مع بابا. كي نكون صايمه ونسمع الاذان انا فرحانه بزاف باش نروح نفطر. بسم الله. بالجزائر عندنا عادات وتقاليد، يعني للولد لما يصوم اول مره نديروا له حفله، نوعدوه بهدايا لتحفيزه، وتقعد له يعني في الذاكره
مثلا نعزم العائلة أو الأصدقاء للطفل ولا للطفلة اللي صامت. وبعد الفطور نعملوا له قعدة يعني شعبية بالحنة، ويكون الجد والجدة والأهل والأقارب والجيران. تكون حفلة يعني ما شاء الله لا تبقى للذكرى وراسخة في ذهن الطفل. أنا حبيت نوجه رسالة إلى لينا باللي يعني ماشي سهل باش وصلتها باش صامت رمضان يعني كاملا بالقرآن وبعض الأحاديث، والحمد لله اليوم راني فخور جدا بها، وما حبيتش نبين لها باللي راني بزاف فخور باش يعني باش تبقى في مستواها يعني. والرسالة نوجهها لهم نقولها يا بنتي راني فرحان بك بزاف، وكملي هكذا، وباش تكوني ان شاء الله قدوه، وباش نهار نكون انا غايب من الدنيا هذه لازم تكوني كيف لازم تنفعيني بالدعوات تاعك. وهذه هي الرساله الموصله، رساله قصيره وثقيله.